الأصدقاء الأعزاء صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم عندي موضوعين مهمين، حابب أحكي عنهم. وطبعا يتعلق الموضوعان بالشأن السياسي السوري. أولا، ما قيل وما سرب وما صرح عنه أو كشف النقاب عنه من مفاوضات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بين نظام أحمد الشرع وإسرائيل من جهة. هذا هو الموضوع الأول. والموضوع الثاني أيضا يتعلق بالكرد والوجود الكردي والقضية الكردية. وهنالك شيء آخر يربط بين هذين الموضوعين، مش لأنه كلاهما شأنان سوريان، مش بس هيك، بس لأنه الكثير من أنصار نظام أحمد الشرع اللي كانوا داعمين لنظام بشار الأسد سابقا، كانوا بيحكوا شروي غروي عن الكرد في سوريا والحركة السياسية في سوريا وعملاء إسرائيل والمشروع الصهيوني، ومن هذا ال الكلام والتخبيص والهري يعني. عموما، لنبدأ بموضوعنا الأول. منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية ولقائه بأحمد الشرع والمدائح التي كالها ترامب لأحمد الشرع بطريقة أو بأخرى، قيل يعني أو أنه سيكون هنالك انفراجة أو صفحة جديدة أو توطئة لبدء المفاوضات ما بين دمشق وتل أبيب. وتباعا هذه الأمور تسارعت على أساس أنه المفاوضات هي غرضها أمني وعسكري، وانسحاب الهدف منها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها مجددا بعد سقوط نظام بشار الأسد. هذا هو يعني المغزى. هلا بصرف النظر، حتى ولو هن النظام في سوريا والنظام في إسرائيل قعدوا وشربوا قهوة في النقاش، ينكتوا مثلا أو يحكوا عن أي شيء، فهذا التواصل المباشر آه، ينسف تلك السردية البعثية والإسلامية فيما يتعلق بالعداء الأبدي والأزلي من دولة إسرائيل، أنه الموضوع صراع وجود وليس صراع حدود، من كل هذه السرديات التي اعتدنا على سماعها من أفواه أنصار نظام الأسد ومن أفواه أنصار أحمد الشرع. يعني آجلا أم عاجلا سيكون هنالك اتفاق سلام بين البلدين. يعني آه، كل هذه الممانعة والمقاومة السابقة والحالية سيفتضح أمرها، وقد افتضح أمرها، أنه يعني محض كلام وأوهام يصار إلى تغذيتها وحشوها في رؤوس أنصار النظامين السوريين، يعني نظام البعث السابق ونظام أحمد الشرع أو نظام جبهة النصرة الحالي. يعني هذا مش غريب يعني. وربما كل ما يقال في الإعلام أنه عن احتمال أو مفاجأة أن يلتقي نتنياهو والشرع في ضيافة
الرئيس الأمريكي، هذا احتمال جدًا وارد، والمسؤولين الأمريكيين بيصرحوا بيقولوا إنه من الممكن إنه النظام السوري يكون هو كمان يعني لاحق والموقع على الاتفاقيات الإبراهيمية ويفتح صفحة جديدة مع إسرائيل، لكن اشتراطات إسرائيل أيضًا باتت واضحة إنه موضوع آآ الجولان. طبعًا النظام السوري ضعيف وهش وليس بقوة حتى نظام بشار الأسد ومن قبله نظام حافظ الأسد. هلأ الأنظمة الشمولية الاستبدادية العقائدية ظاهرها صلب وباطنها هش، هذا نعم يعني متفق عليه أو لا خلاف عليه. لكن نظام أحمد الشرع أكثر هشاشة، يعني يعني ما عنده هالعزم والقوة اللي يطالب آه، بالجولان مثلا، يعني لأنه هذا النظام وحاشية هذا النظام تنازل عن الإسكندرون. أنا ليش عم أقول أنه هذا النظام تتمة للنظام السابق وليس مختلفا فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع تركيا أو ما سيصار إلى إبرامه مع إسرائيل، وفي الكثير من القضايا الموضوع فقط اختلاف العقيدة الدينية، المذهب الديني. يعني نظام بشار الأسد ربى أنصاره على وفق سياسة فرق تسد، يعني وكل من ينتقد نظام بشار الأسد كان عميل وخائن وإمبريالي وصهيوني وضد الدولة ومن هالقصص هي. الآن نفس السردية تتكرر، نفس المسلسل بشخصيات أخرى، نفس السيناريو بشخصيات أخرى. كل من ينتقد نظام أحمد الشرع يصار إلى توصيفه بأنه هو ضد الدولة وانفصالي زئبقي بطاحي شكاحي ما بعرف شو، وضد أهل السنة والجماعة وضد الدين الإسلامي الحنيف، واللي عاجبه يقبل واللي مش عاجبه يعني يطلع من البلد يعني. آه، هكذا صار ينظر إلى أي توجه نقدي، والسوشيال ميديا وأنصار هذا النظام الجديد القديم يعني لا يخجلون، يعني بمنتهى الصفاقة والوقاحة فورا يعني بيطالعوا البني آدم من الدين، بيطالعوا البني آدم من الوطنية وينصبون أنفسهم على أنهم السوريون الحقيقيون الأعلون ومستعدين أنه يرجعوا البلد 1400 سنة إلى زمن حكم بني أمية ولا يتطلعون إلى المستقبل، مستعدين أن يتنازلوا عن الجولان للكيان الصهيوني، ومش مستعدين ويرفضون أن سوريا تكون دولة لا مركزية. مستعدين أنه يتنازلوا وقد تنازلوا عن الكثير من الأراضي السورية بما فيها يعني لواء اسكندرون، ويعني ملتزمين باتفاقية أضانا مع النظام التركي، ويرفضون أنه مثلا سوريا تكون دولة لا مركزية فيدرالية أو يعني تحظى فيها الأقاليم السورية بشيء من الحكم الذاتي، سواء في الساحل أو منطقة الجنوب أو منطقة الشمال أو دمشق أو حلب. مستعدين أنه يتنازلوا عن شو يعني، مش عن ملابسهم، يشلحوا بالظلط أمام التركي أو أمام الإسرائيلي، لكنهم في كامل عتادهم وجاهزيتهم القتالية ضد الكرد أو ضد الدروز أو ضد العلويين، وبيعتبروا أنه هؤلاء ومطالب هؤلاء حلف الأقليات وكذا.
ما بيعتبروا يعني ما بيشوفوا حالهم بالمراية أنه حلف السوركيين وسيضاف إليهم لاحقا يعني الحلف مع الإسرائيليين. هذه هي الوطنية التي لطالما حدثنا عنها أنس الدغيم، وحدثنا عنها أقطاب المعارضة السورية ونخب المعارضة السورية اللي بنشوفهم، يعني سواء حتى منهم العلمانيين، يعني أو حتى المسيحيين، يعني اللي إلهم منافع مع هذه السلطة. أي سلطة حتى على زمن معاوية أيضا، يعني كان لديه من اشتراهم من آل البيت، يعني والتاريخ الإسلامي معروف، واشترى معاوية آه، صحابة ورواة حديث قالوا عنه ونسبوا الكلام للنبي تلك المدائح التي مذكورة يعني في مناقب ومحاسن معاوية وآل أمية وخلفاء آل أمية. نفس الشكل والنموذج والسيناريو يتكرر مع هؤلاء، يعني أزلام السلطة وأي سلطة يعني. المهم، تصريحات الأمريكية والتصريحات، حتى أحمد الشرع لم ينفي التواصل المباشر وغير المباشر مع الإسرائيليين، لكن أحمد الشرع ماذا كان يقول يعني قبل سنوات قليلة يعني عن القدس والكيان الصهيوني ودولة إسرائيل؟ تفضلوا. بهذه الروح أيها الإخوة بإذن الله لا نصل فقط دمشق، بل إن القدس تنتظرنا بإذن الله. لا نصل فقط دمشق، بل إن القدس تنتظرنا بإذن الله تعالى. وكل طلقة نضربها هنا صداها يصل إلى كل العالم الإسلامي. ما شاء الله ما شاء الله. القدس أيضا تنتظره وتنتظر جحافل جيشه لكي يحررها من الإسرائيليين. القدس أيضا تنتظرنا، مش بس دمشق. طبعا هذا تصريح قديم، وإذا ذكرت المكون الأموي أو الأمويين الجدد بتصريحات زعيمهم الحالي فيما يتعلق يعني رؤيته للمسيحيين، رؤيته للعلويين، ومستويات التكفير في خطابه قبل سنوات، وتعامله مع المسألة الوطنية والمسألة السياسية قبل سنوات، ونظرته للعلاقة مع إسرائيل قبل سنوات أيضا، يعني سيكون لسان حالهم إيجاد المبررات والفتاوى والقصص هي، لأنه هم لا يبررون لأحمد الشرع، بل يبررون لأنفسهم، يعني سقوطهم والأخلاقي وحتى الديني. يعني كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني صدق الله العظيم ما قاله أحمد الشرع في حق إسرائيل، والآن ما يقوله مناقض لتلك التصريحات. يعني هل سيدخل القدس تنتظره فاتحا؟ مفكر نفسه صلاح الدين الأيوبي بده يفتح القدس ويحررها من الغزو الصليبي السيد أحمد الشرع. يعني هذه يعني أنا مش لست ضد إبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل، طالما أن هذه الاتفاقية يعني تزيل أسافين الحرب والصراع في المنطقة، لكن أن تكون اتفاقية سلام مشرف، ومثل ما كان بيقول حافظ الأسد سلام الشجعان، يعني ما لم يتنازل عنه
حافظ الأسد الطاغية الدكتاتور، ويجي يتنازل عنه الفاتح محمد أبو محمد الجولاني. هذا يعني عار وشنار ما بعده وما قبله عار يعني. لمسألة الحفاظ على السلطة وعلى الكرسي، أنه هو أيضا يقدم كل فروض الطاعة والولاء للأمريكي وللإسرائيلي. وبعدين نسمع من أنصار الشرع أنه يتهمون الكرد بالعمالة للأمريكي وللإسرائيلي. يعني لازم يخرسوا خالص في الموضوع، في هذا الأمر، كما يقول الأخوة المصريين. يعني وقاحة وصفاقة ونذالة ما بعدها من نذالة. ماذا سأفعل بكلامكم وباتهاماتكم المتعلقة بتخوين الكرد في سوريا وخارج سوريا، فيما يتعلق بالعلاقة مع الإسرائيلي، في حال أبرمتم اتفاق سلام مع الإسرائيلي بالشروط الإسرائيلية اليوم أو غدا أو بعد غد. شو بدنا نقول عنكم يعني؟ يعني السوريون يعرفون مثل ما خبروا نظام بشار الأسد وحافظ الأسد وجلاوزته وأزلامه وأذنابه ومرتزقته، الشعب السوري أيضا صار خبيرا بجلاوزة وأزلام وأذناب ودربكشية نظام أحمد الشرع. الموضوع يعني صار يتكشف تباعا. في تقديري هذا الاتفاق في حال تم إبرامه في غضون شهر، شهرين، سنة، سنتين، ينبغي على نظام أحمد الشرع أن يقبل، طالما هو يركع أمام الأمريكي والإسرائيلي، أن يتنازل للشعب السوري وأن يتواضع، وأن يرضى بشروط مكونات وحقوق المكونات السورية، سواء في السويدة أو الساحل أو في الشمال السوري. أن لا يعاند، يعني أن لا يستقوي بالأمريكي والإسرائيلي على الشعب السوري، مثل ما كان يساوي حافظ الأسد. يعني قمع في الداخل وانبطاح للخارج. وبالتالي يستحسن، يعني قبل أن يبرم اتفاق سلام مع الإسرائيلي، أن يبرم اتفاق سلام مع الشعب السوري، لا أن يفرض على الشعب السوري ومكونات الشعب السوري نموذجه، ولا أن يفرض على الشعب السوري هذه الحثال التي يعني تعتاش على موائد السلطة الجديدة في الإعلام والثقافة وفي السياسة وفي العسكر وفي كل شيء. يعني لكي ينبغي أن يسعى إلى أن يكون الشعب السوري راضيا عن أحمد الشرع ونظام أحمد الشرع، وليس النظام في أنقرة وتل أبيب وواشنطن. نأتي للحديث عن الكرد ووجودهم في سوريا. ولطالما سمعنا من الإعلاميين والمثقفين والسياسيين على زمن نظام بشار الأسد وزمن نظام أحمد الشرع نفي للمظلومية الكردية، أنه كلنا انظلمنا وكلنا سوريين من تلك الأسطوانة والديباجة المعروفة. يعني طبعا لكي ينفوا هذه المظلومية ينبغي عليهم نفي الوجود
القومي التاريخي، لا ينظر إلى الكرد كشعب داخل سوريا مكون، يعني رغم أنه ما ينطبق على الكرد والسريان هو نفسه ما ينطبق على العرب، يعني الشعب العربي في سوريا، الشعب الكردي في سوريا، الشعب السرياني في سوريا، هذه شعوب لها ثقافة، لها لغة، لها خصوصية، لها تكوين مختلف عن الآخر. وبالتالي هذه الشعوب في إطار الشعب السوري هي مكونات، لكنها في الأصل شعوب، في الأصل قوميات. في الإطار العام السوري هي مكونات قومية يتألف منها الشعب السوري. ينبغي أن يكون هذا واضحا وجليا وموثقا في الدستور السوري. لكن الجماعة لكي ينفوا هذا الاستحقاق الوطني الديمقراطي تجنبوا أنه لا، الأكراد مش شعب في سوريا، يعني ما في شيء اسمه شعب كردي في سوريا، في أكراد سوريين للتخفيف، يعني الاعتبارات القانونية والسياسية والحقوقية والأخلاقية التي تبتنى على مفهوم الشعب. طبعا لكي ينفوا وجود الشعب ينبغي أن يطعنوا في التاريخ، في التاريخ الكردي، في الوجود الكردي جغرافيا وديموغرافيا وتاريخيا. وسمعنا يعني سبق وأن علقت على مسألة أنه تصريحات سواء مثلا إبراهيم الجبين أو مهند القاطع أو صالح عويد أو أحمد شمام أو غيرهم، يعني من النماذج، أنا هي نماذج يعني ذكرتها أنه بيحاولوا بشتى الوسائل. هنالك ما يمكن وصفه بحلف التضليل، لكن يستند على أرضية هشة، يعني آه، من التوثيق المختلق والتدليس، يعني فيما يتعلق بالأمور التاريخية. مهم مسألة المظلومية الكردية سبق وأن ذكرتها، يعني وهي موجودة الآن في الأرشيف المصور والمقروء، يعني وما يشبه الاعترافات في هذا الخصوص اللي يتعلق بالمظلومية الكردية من سلطة البعث. طبعا هي موجودة قبل سلطة البعث أيضا، حتى على زمن الانتداب الفرنسي، حتى على زمن الكتلة الوطنية الحاكمة لسوريا والحكومات التي تعاقبت من فترة الاستقلال حتى مجيء البعث. هذه المظلومية الكردية موجودة، لكن ما يخص الجزئية البعثية أو الحقبة البعثية كشف عنها كثر، من ضمنهم يعني وزير الزراعة السوري الأسبق أسعد مصطفى في حواره مع طاهر بركة برنامج الذاكرة السياسية. نتابع هذا المقطع ولو أنه شوي طويل، يعني بأكثر من 6 دقائق، لكن فيه قيمة توثيقية، قيمة تاريخية، قيمة سياسية تخرس الألسن وتفقأ الأعين التي تنكر المظلومية الكردية داخل. لن أزيد شيئا على ما تفضل به هذا الإنسان الوطني النزيه والموضوعي والمتوازن في طرحه لجانب من المظلومية الكردية على زمن نظام البعث البائد. هذه المظلومية التي ما زالت مستمرة طبقا لاستمرار السردية البعثية على ألسنة كثر. وهذا
التصريح والرأي والموقف الوطني والتاريخي والسياسي والأخلاقي لأسعد مصطفى يسجل له ضد كل هؤلاء من أنصار النظام، من البعثيين السابقين والشرعيين الحاليين. شرعيين مش يعني من الشريعة، إنما نسبة إلى أحمد الشرع. كل هؤلاء يعني هذا التصريح من مسؤول يعني يدخل في تفاصيل الكثير من المسائل ما يتعلق بالحزام العربي، استجلاب العرب للمناطق الكردية، يعني وعملية تغيير ديموغرافي والأهداف السياسية من هذا التغيير الديموغرافي. كل هذه التفاصيل في جانب منها كشفها أسعد مصطفى في تلك المقابلة. يعني لا أعلم هل سيتعظ هؤلاء ويعترفوا ويعتذروا بأثر رجعي وحاليا عن نفيهم واستهدافهم للمظلومية الكردية واستهدافهم للوجود القومي التاريخي للشعب الكردي في سوريا، لنفيهم لوجود كردستان سوريا، كردستان داخل سوريا. اللي بده ينفي وجود كردستان في سوريا عليه أن ينفي أولا وجود كردستان في تركيا، لأنه عملية ترسيم الحدود يعني الموضوع تحصيل حاصل، عبارة عن امتدادات جغرافية لكردستان الموجودة في تركيا داخل الأراضي السورية، الوجود العشائري والوجود القبلي ووجود المدن. كل هذه التفاصيل يخرس أو تخرس تلك الألسنة التي تقول أنه لا، الأكراد لاجئين والأكراد ما بعرف شو من القصص هي. يعني من ضمن يعني أنا يعني تكلمت في حديث سابق عن ما قاله إبراهيم الجابين. إبراهيم الجابين عمل مقابلتين مع رمز ثقافي كردي وهو بشار العيسى الفنان التشكيلي المعروف والسياسي أيضا، وهو يعني صديق صبحي الحديدي، يعني صديقه السياسي. اثنيناتهم كانوا في المكتب السياسي للحزب، أو يعني في الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي، وأنا أقصد جناح رياض الترك، صبحي الحديدي وبشار العيسى. بينهم يعني خبز وملح سياسي والكثير من الأمور. وأجرى أيضا إبراهيم الجبين مقابلة مع أحد مؤسسي ورموز وأقطاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، الراحل عبد الحميد حج درويش. الاثنين من عشيرة واحدة، هي من عشيرة الآزيزان ومن عشيرة الكيكان. يعني عشيرة الآزيزان والكيكان عمرها في منطقة الجزيرة العليا والجزيرة، يعني قبل ترسيم الحدود وبعد ترسيم الحدود، يعني عمر هذه القبيلة يتجاوز 300 400 500 سنة وهي موجودة في تلك المنطقة. بينما إبراهيم الجبين يعني أتى إلى القامشلي لأنه والده أتى إلى الحسكة عفوا، لأنه والده كان بيشتغل في مؤسسة الإسكان العسكري، وأتى يعني مع العائلة يعني هو الوافد، هو اللي جاي من منطقة، أنا ما بقول لاجئ، وافد بحكم العمل، بحكم مش يعني ابن الحسكة أبا عن جد وما إلى ذلك. يعني في تقديري عندما يقول إبراهيم الجبين إنه أنا ما عم بحكي عن أكراد حلب وعن أكراد دمشق، لا، أنا عم بحكي عن الأكراد في الشمال السوري، وخرافة، وينبغي أن يتوقفوا عن هذه الأكاذيب وما بعرف شو. أنتم شفتوا الفيديو تبعه، فيديو إبراهيم الجبين
هيك بيحكي يعني بتقديري كان عليه أن يخجل قليلا. هو ما يخجل مني مش مشكل يعني، لكن أن يخجل من بشار العيسى و ويخجل من عبد الحميد حاج درويش، الأصلاء اللي آباء وأجداد و يعني موجودة على تراب منطقة الجزيرة في الشمال السوري منذ مئات السنوات يعني. فبدها شوية حياة، يعني بدها شوية توازن أخلاقي وتوازن ثقافي، إن إطلاق هنالك مسؤولية في إطلاق التوصيفات على الشعوب، على القضايا. بدها يعني بدها شوية يعني حس بالعدالة، حس بالوطنية، حس يعني بدها شوية شهامة. يعني كيف أنت تجي وبتقول مثلا أجداد بشار العيسى اللي أنت أجريت معه مقابلة ولصالح قناة أورينت، أنه لا هدول يعني لاجئين جايين من تركيا، والحدود حدود. الآن إذا تعرضت سوريا للتقسيم، لنفترض دمشق تعرضت للتقسيم، وعائلة دمشقية في الطرف الشرقي ودمشق الغربية ودمشق الشرقية، وعائلة هنا وعائلة هنا، والحدود يعني قسمتهم إلى قسمين. نجي والعائلة إذا هاجرت من هذه الضفة إلى هذه الضفة التي كانت كتلة واحدة، ونقول أنه والله الموضوع لجوء، بدها شوية يعني، بدها شوية تركيز وكياسة وتوازن يعني كيف ينزلق المثقف إلى اتخاذ هكذا مواقف مع بشر كانوا نبلاء معه، يعني كانوا وطنيين ويكنون له الاحترام والتقدير. كيف يتعامل يعني من تبدر منه هيك سلوكيات؟ يعني أنا سأترك الإجابة للأصدقاء السوريين العرب الأصلاء الأقحاح أبناء المنطقة، مش اللي أتوا على فترات. يعني العرب الأقحاح، عرب ماردين، يعني عرب القامشلي الأقحاح الموجودين من زمان، يعني العوائل والعشائر العربية الموجودة على هذه المنطقة قبل أن يستقدمهم السلطان عبد المجيد وتوطينهم في المزارع السلطانية يعني، وقبل أن يستقدمهم نظام حافظ الأسد لأهداف سياسية وأغراض سياسية. لاحظوا يعني العميد المنشق نبيل الدندل كيف هو أيضا يدلي بشهادة حول الوجود العربي في منطقة الجزيرة، كيف كان وبأي هدف تجاري سياسي ديموغرافي ولأي غرض يعني كان هذا الوجود، وتسلسل هذا الوجود، التسلسل الزمني يعني. تفضل. عهد السلطان عبد المجيد حقيقة يعني اتخذ قرار كثير كان له دور في مستقبل سوريا والعراق والبادية السورية، وهو أنه طلع مرسوم بوجوب توطين البدو على نهر الفرات ودجلة من خلال مزارع سماها المزارع السلطانية. فبدأ الولاة والي حلب ووالي دير الزور ووالي بغداد بدأوا التفاوض مع القبائل من أجل توطينها على الفرات. فمن ضمن القبائل طبعا وطنوا قبيلة البو شعبان في الرقة، ووطنوا البو سرايا أيضا ما قبل دير الزور، ووطنوا البقارة في منطقة الجزيرة في دير الزور، ووطنوا العقيلات من دير الزور حتى الحدود العراقية. نعم.
وقبلها كان مستوطنين قبيلة جبور أيضا على الفرات. أيضا عملوا أمر آخر، هو أنه قرروا ينقلوا الخط التجاري وخط الحديد من الطريق. أنشأوا في كل 80 كيلومتر أنشأوا مخفر للجندرمة. هذا المخفر مهمته حماية الطريق ضمن المنطقة الجغرافية المحددة له. يعني عملوا مخفر بالرطبة، عملوا طبعا العميد المنشق دندل اللي انشق عن النظام السوري يعني ابن منطقة محافظة دير الزور، ابن أبو كمال يعني، ومشهود له يعني بمواقفه، وحتى عندما كان في اللاذقية ويعني ويقول هذا الكلام يعني ليس يعني ما في مسدس على راسه حتى يحكي هذا الكلام، وهذا الكلام موثق يعني في الأرشيف العثماني، وبإمكاني أن أبرز الوثائق والمصادر أخرى التي تعزز وتوثق كلام العميد نبيل الدندل فيما يتعلق بالوجود العربي. البوشعبان متى أتوا البقارة، متى أتوا الجبور، يعني قبل كيف جرى استخدام حتى الجبور يعني قبل قرارات السلطان العثماني عبد المجيد. هذه القرارات قديش عمرها؟ يعني كم عمر هذه القرارات؟ يعني 200 سنة، 250 سنة، 300 سنة يعني. ورغم ذلك يعني هذه المنطقة لم تكن خلاء، ما كانت بادية، ما كانت صحراء، كانت منطقة عامرة، يعني منطقة يسكنها بشر، وهؤلاء البشر هم الكرد والسريان، مع بعض البيوتات والعوائل العربية. فما يجي حدا يجي ويحكي عن الموضوع الكردي والتشكيك في التاريخ الكردي في أرض الجزيرة. الأرشيف العثماني ووثائق الأرشيف العثماني وشهادات أناس أفاضل مثل العميد الدندل والوزير السابق أسعد مصطفى، وأعتقد أن هنالك كثر، يعني ينبغي أن يقف هؤلاء أنصار النظام الجديد، يعني يقفوا عند هذه الشهادات، عند هذه الوثائق بقليل من التأمل والاحترام والتمحيص، ولا يكرروا بشكل ببغائي صفيق وقح تلك السردية التي لطالما كررها نظام حافظ الأسد ونظام بشار الأسد. إذا بقوا على حالتهم الببغائية هذه، فيعني وقت ذاك يعني لا يعود هنالك أي فارق جوهري ما بين نظام البعث السابق ونظام جبهة النصرة أو النظام السوري الحالي. أكتفي بهذا القدر، على أمل أنه يراجعوا أنفسهم شوي ويخجلوا من التاريخ، من الجغرافيا، من الخبز والملح، أنه ما حدا يجي يقول والله أنتم احتضناكم، ومن الكلام الصفيق والسفيه والتافه. يعني أهل المنطقة الأصلاء هم من احتضنوكم، يعني هم من ساعدوكم، يعني ورغم أن وجودكم كان بأمر من سلطة عليا بدأت من السلطنة العثمانية وانتهت بنظام البعث السوري. يعني فما حدا يجي زايد، لا ثقافيا، لا وطنيا، لا أخلاقيا، لا اجتماعيا. بدها شوية حياء وبدها شوية خجل. يعني أكتفي بذلك.
على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بألف خير.